سمعها وهي بتقول لأمها في الصباحية إنه ما بيعرفش، فبيروح يجيب آلة حادة ويموتها بيها علشان فضحته. منار عروس المنوفية قضت في بيت الزوجية يوم واحد بس. منار عادل بنت عمرها 19 سنة من مركز الباجور محافظة المنوفية، كانت بنت مكافحة بتشتغل علشان تساعد أبوها. قبل الواقعة ب3 سنين اتقدم لها شاب اسمه محمد عثمان عمره 26 سنة ومن نفس قريتها، خريج ليسانس حقوق وبيشتغل في المحاماة. محمد قبل ما يتقدم لمنار اتقدم لبنات كتير جدا، بس محدش كان بيعرف سبب انفصاله عنهم لحد لما اتقدم لمنار. وكان متعود قبل الخطوبة انه يزور أهلها بحكم ان هو كمان قريبهم، وصمم على جوازه من منار، فبتقرر أمه تبني له بيت جنب بيتها. واستمرت الخطوبة لمدة 3 سنين. محمد كان شخص طبيعي جدا، مش ظاهر عليه أي علامات تدل على اضطراب نفسي أو مرض، لحد لما بيجي يوم محمد بيتفق مع أهل منار علشان يحددوا يوم لجوازهم، وهو يوم 26 يوليو 2019. وبتخرج منار من بيتها العش الزوجية آخر مرة أهلها يشوفوها فيها. عيلة منار كانت بتبدأ للاستعداد والفرح، والبنت كانت في كامل سعادتها، بس ما كانوش يعرفوا إن محمد عنده سر كبير مخبيه، والسر ده بيتم اكتشافه ليلة الدخلة. يوم الفرح عيلة منار بتوصلها البيت الزوجية، لكن ليلة الدخلة مش بتتم. وتاني يوم الفرح الساعة 12 الظهر منار بتتصل على إخواتها وأمها، والطبيعي وخصوصا في الأرياف بيسألوها عن ليلة الدخلة علشان يطمنوا على بنتهم. فمنار بترد وتقول لهم إنها لسه بنت زي ما هي. في الوقت ده جوزها محمد بيكون سمعها، هو بيصحى على صوتها وهي بتتكلم. وبعد لما منار خلصت مكالمتها دخلت لمحمد وطلبت منه مبلغ 150 جنيه، باقي تمن إيجار فستان الفرح. محمد لما سمع تليفونها مع أهلها اتضايق جدا وفضل يشتم فيها، لأنها على حسب كلامه حطته تحت ضغط وأحرجته جدا قدامهم أو فضحته زي ما هو قال، وحصلت بينهم خناقة كبيرة وصوتهم بدأ يعلى. فمحمد دخل المطبخ وجاب آلة حادة ورجع لها وضربها في رقبتها كذا طعنة لحد لما وقعت وماتت. في نفس الوقت ده كان الباب بيخبط، وكان أخوها ومعاه صاحبتها، ومحمد راح وفتح الباب وهو في إيده الآلة الحادة. فأخو منار لما بيشوفه كده بيستغرب وبيسأل العريس: هو أنت كنت بتذبح فرخة؟ وكان بيقولها على سبيل الهزار. محمد رد عليه وقال له أيوة، وضحك ودخلهم، وبعد كده قفل باب الشقة عليهم وهو نزل جري. في اللحظة دي أخو منار بيدخل وبيتفاجئ بأخته بالمنظر ده، وقرب منها وحاول يحركها لكنها كانت ماتت. أخو منار بيروح بسرعة على بيت عيلة محمد اللي جنب بيت منار وبيقول لهم إن منار ماتت، وعيلة العريس بيروحوا بسرعة وبيرموا مية على منار في بيتها على أساس إن هي مغمى عليها. فأخوها بيطلب الإسعاف بسرعة، اللي أول لما بتوصل بتنقلها على مستشفى الباجور لكنها كانت ماتت. في الوقت ده أخوها اتصل على أبوه وقال له إن منار ماتت. وقتها إدارة المستشفى بلغت رجال الأمن اللي أمرت بالبحث عن العريس الهارب محمد، وأمرت النيابة بتحويل جثة منار للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. وبعد 24 ساعة بيوصل إشارة للشرطة إن محمد في مستشفى بنها ومضروب عدة طعنات في البطن، وتم القبض على محمد. ولما الشرطة حاولت تستجوبه فضل يصرخ ودخل في حالة صرع وادعى الجنون. فرجال الأمن حققوا مع أمه اللي قالت إنه كان بيعاني من مرض نفسي وبياخد أدوية من 9 سنين، وكان بيتعالج في مستشفى ميت خلف النفسي. وبالتحقيق مع محمد فجر مفاجأة وقال إن هو بيعاني من ضعف جنسي، ويوم الزفاف فشل أكتر من مرة، وإنه لما سمع منار بتتكلم مع أهلها إنها لسه مازالت بنت خاف الموضوع ده ينتشر ويتفضح. لكنه في اعترافاته اتهم منار إن هي اللي ضربته بالآلة الحادة وسبب إصابته في بطنه، وإن هو كان بيدافع عن نفسه. بس أخو منار أنكر كل ده وقال إنه لما فتح له الباب كان كويس ومفيهوش أي حاجة، وكمان هزر معاه. وبعد التحقيقات وأثناء المحاكمة قدم للمحاكمة تقارير طبية إنه بيتعالج من اضطراب نفسي، وتم الحكم على محمد بالسجن المؤبد 25 سنة.